السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في اول فيديو من سلسلة CSS Layouts بالعربي. هنبدأ النهاردة بحاجة بسيطة الا وهي الستيكي فوتر. تعالوا نعرف الاول يعني ايه ستيكي فوتر ونفهم هي المشكلة فين بالظبط، وبعد كده نستكشف ازاي ممكن نحلها، وعندنا كام طريقة نقدر نحلها بيها النهاردة. اوكي، يلا بينا. في اي ويب سايت عادي بيكون عندي غالبا اللاي اوت اللي قدامنا ده، بيكون عندي ناف بار فوق اللي هو فيه اللوجو، لو فيه هوم واباوت اس وكونتاكت اس واللي هو اللينكات اللي فوق دي، وبعد كده بيكون عندي المحتوى نفسه، وفي الاخر خالص بيكون عندي فوتر. صح كده؟ في اغلب الاحيان بيكون كونتنت الصفحه كبير مليان، فانا خلاص هسكرول شويه لغايه ما اوصل الاقي فوتر تحت. طيب حلو، لحد هنا مفيش اي مشكله. المشكله بتظهر فين؟ المشكله بتظهر لما انا يكون عندي كونتنت قليل، يعني زي كده اهو انا حذفت شويه من الكونتنت اللي موجود فاصر، فلقينا ان الفوتر مطلع فوق خالص بشكل مش كويس للعين. يعني احنا عايزينها تكون دايما لازقه لتحت، والكونتنت حتى لو هو قصير خلاص هياخد الجزء دوت، بس الفوتر تفضل دايما لازقه تحت. فمن هنا طلع اسم ستيكي فوتر. عايزين الفوتر تكون لازقه في اخر الصفحه خالص. طبعا هو كسي اس اس هو مفيش مشكله، ان هو ده الديفولت بتاع السي اس اس، ان هو لما بنحط شويه حاجات في الاتش تي ام ال تحت بعضها بيحصل لهم ستاكينج او بيترصوا كده تحت بعض مباشره. فاحنا عايزين نشوف بقى ازاي نقدر نحقق الفانكشناليتي اللي في دماغنا او الشكل اللي في دماغنا، بحيث ان احنا نخلي الفوتر دايما تفضل لازقه لتحت. احنا هنشوف النهارده 4 حلول. هنبدا باول واحد فيهم وهو اسوأهم، او ان في اكتر كود وفي مشاكل بتظهر جانبيه ليه كتير، وهنتدرج واحده واحده في التحسن لغايه ما نوصل لافضل حل من وجهه نظري طبعا. تمام، يلا بينا نبدا. احنا هنشتغل طول السلسله دي على كود بن. ليه؟ لان الكود اصلا موجود خلاص على النت، انا مجرد هحط لكم اللينك في الديسكربشن تخشوا تشوفوه، وهيكون عندي ال HTML ظاهر والسي اس اس وكمان البريفيو بتاعتهم جنبهم، بدل ما نفضل بقى نروح من الفي اس كود مثلا نكتب عليه كود ونرجع تاني للبراوزر وهكذا. طبعا طول السلسله هنستعمل بيور سي اس اس وبيور HTML، مش هنستعمل ساس ولا تيل ويند ولا الحاجات دي كلها، هنستعمل سي اس اس عادي خالص. ولو انت بقى بتستعمل اي فريم ورك تاني او اي لايبرري سي اس اس او اي تول يعني تاعتك في السي اس اس، تقدر تنفذ ده فيها على طول. تمام. تعالوا نبص كده احنا عندنا ايه اصلا ككود. عندنا في ال HTML بادي فاضي حاليا، بعد كده هنضيف فيه الناف بار والمين كونتنت والفوتر زي ما كنا عاملين في الديمو اللي شفناه الاول ده. تمام. طيب بالنسبه للسي اس اس عندي مقسمها لايرز. اللايرز دي حاجه جديده شويه في السي اس اس، بتساعدني في تنظيم الكود وفي تنظيم السبيسيفيستي. بس خلينا ناخد عليها نظره سريعه كده. هو اول حاجه عندي لاير اسمها البيز، دي بعمل فيها السي اس اس ريسيت. الريسيت دوت مصطلح مشهور في السي اس اس، لان كل براوزر بيكون جاي فيه شويه سي اس اس معاه على طول. يعني مثلا لما بحط اتش 1 بلاقي ان هو كبير وبولد وليه مارجن وبتاع، فاحنا المتعارف عليه يعني في اغلب الحالات ان احنا بنيجي نحط المارجن والبادنج بصفر لكل حاجه، وبنخلي دايما البوكس سايزنج بوردر بوكس عشان ما يحصلناش مشكله في الويدث والبادنج وكده. بعد كده عملت شويه حاجات اضافيه من عندي، غيرت بس الفونت عشان يبقى الفونت شكله احسن شويه، خليته بولد شويه عشان يبقى ظاهر في الريكورد، وكبرت الفونت شويه وخليت التكست كلها تكون في النص. تمام. وبعد كده اديت للثلاث اجزاء اللي عندي دول الوان عشان نبقى مفرقين بس كل واحد عن التاني، وفي الاخر خالص بدي كل واحد فيهم بادنج. تمام، عشان ما يبقوش لازقين يعني في الاطراف. فدي كده اللاير بتاعت البيز، ما فيهاش اي حاجه ايه عبقريه يعني. هنلاقي حاجه ثانيه في لاير ديباج دي، من اسمها كده ديباج عشان بس ابقى شايف انا بعمل ايه. هتلاقوا ان انا رحت مدي البادي بتاعي مديله بوردر، وبعدين اديته بوزيشن ريليتيف، وجيت في الاخر كده ايه بكتب كلمه بادي تحت على اليمين عشان تبقى ظاهره، ابقى عارف بس ان البادي بتاعي اخره فين يعني. تمام. السنتكس هنا ممكن يكون شبه اس سي اس اس شويه او ساس شويه علشان الاند وكده، بس احنا مؤخرا بقى في نستنج في سي اس اس على طول نيتف، فبقينا نقدر نكتب الكلام دوت في سي اس اس العاديه خالص من غير اي تولز يعني خارجيه. طيب مش انت دلوقتي مدي البادي بوردر وكاتب كلمه بادي، هو الكلام ده مش ظاهر ليه؟ هنا بقى نشوف اول مشكله عندنا، ان البادي باي ديفولت مش بياخد الصفحه كلها اساسا، مش بياخد حجم الصفحه كلها. البادي بيشوف هو جواه كونتنت قد ايه، وبعدين يحوطهم هم بس كده ويقفل عليهم، ما بيكملش الصفحه كلها. فانا مثلا لو جيت اعمل ناف بار، لو جيت اشغله كده هلاقي ان هو هيظهر لي فوق خالص وحواليه بوردر احمر كده. البوردر الاحمر ده مش بتاع الناف بار، ده بتاع البادي. فانا البادي بتاعي كله عباره عن الناف بار بس. نفس الكلام لما اجي اضيف المين كونتنت هلاقي ان البوردر الاحمر راح محوطهم هما الاثنين مع بعض، ونفس الكلام على الفوتر هيروح محوطهم هما الثلاثه مع بعض كده. فده كده البوردر بتاعي او البادي بتاعي. طيب ليه كلمه بادي مش باينه؟ عشان بس انا اديت لها زد اندكس نيجاتيف 10. لو خليته 10 عشان تظهر فوق الحاجات خالص هنلاقي ان هو ظهر اهوت، ايه بيعرفني ان ده البادي بتاعي بس. تمام. طبعا دي مكتوبه على البادي مش مكتوبه على الفوتر، يعني لو شلت الفوتر هتطلع لفوق شويه للمين كونتنت وهكذا. تمام. تعالوا نرجعها تاني. فاحنا كده دلوقتي عرفنا المشكله الرئيسيه عندي. المشكله رقم واحد اللي احنا محتاجين نتفق عليها ان البادي مش بيملى الصفحه كلها، فانا لازم رقم واحد، هتلاقوني حتى انا محضرها قبل ما نكتب اي كود خالص، ان لازم ادي البادي بتاعي اديله مينيمم هايت 100 في اتش. هلاقي ان هو كده بص راح البوردر راح مالى الصفحه كلها وكتب كلمه بادي تحت على اليمين. فانا كده فهمت فعلا انا شغال فين والبادي بتاعي ابعاده ايه. تمام. فاحنا لازم نتفق ان ايا كان الحل اللي احنا هنستعمله لازم باي ديفولت اقول للبادي لو سمحت اكبر واملى الصفحه كلها. طب انا ليه هنا قلت له مينيمم هايت مش هايت؟ دي سؤال اولاني. والسؤال الثاني ايه في اتش دي؟ يعني ليه مش بيكسل، ليه مش ريم، ليه مش الحاجات الثانيه دي؟ في هايت دي يعني فيو بورت هايت، يعني انا بقول له كده خد 100% من ارتفاع الصفحه اللي عندك.
فلو هو على براوزر هيشوف البراوزر ده ارتفاعه قد ايه، لو هو على موبايل هيشوف الموبايل ده ارتفاعه قد ايه، لو هو على تابلت هيشوف ارتفاعه قد ايه، ايا كان حجم الصفحه اللي عنده هو هيشوف الصفحه دي ارتفاعها قد ايه وياخد 100% منها. لو كنت هنا قلت له 50 بس في اتش هنلاقي ان هو راح واخد نص الصفحه بس. ونفس الكلام بقى ايه يعني، دي في الاخر هي برسنتج او نسبه من ارتفاع الصفحه اللي عندي. فلما بقول له 100 يبقى انا كده بقول له خد لك 100 من الصفحه اللي عندك. طيب حلو جدا. ليه بقول له مينيمم هايت مش هايت؟ مينيمم هايت انا بقول له اقل حاجه عندك ارتفاع الصفحه، لكن والله لو عندي كونتنت اكتر لا خلاص خليك اطول من الصفحه، ولما سكرول انت ايه كمل معايا. لكن لو قلت له هايت بس اي كونتنت ازيد هي ايه دلوقتي مش هيظهر اي مشكله ان انا الكونتنت عندي قليل، لكن وانس ان انا هزود شويه كونتنت هلاقي ان هو يعني تعالوا نجربها. اقول له عندي 20 باراجراف احط جواه شويه كلام، ده اسمه ايمت. تمام. هلاقي ان هو الكلام ظهر اهوت. لما بسكرول هتلاقوا بصوا لو عملنا زوم كده البوردر وقف هنا. ليه؟ لان الحته دي كانت هي اخر الصفحه عندي، اخر ال 100 في اتش. من بعدها البادي وقف، البادي خلص هنا خلاص، وراح منزل الحاجات كلها اوفر فلو بعديها. حتى هنلاقي ان كلمه بادي اللي انا ضفتها على اليمين خالص دي لسه فوق ما نزلتش مع بقيه الكونتنت بتاعي. لكن لو قلت له مينيمم هايت لو كان عامل اندو هنلاقي ان البوردر بتاعي كامل لغايه الاطراف خالص، وكلمه بادي بقت ظاهره تحت خالص. فانا دايما بقول له مينيمم هايت مش هايت، في اغلب الحالات لازم اقول له مينيمم هايت مش هايت، عشان هايت ده بينتروديوس مشاكل زي ما احنا شفنا كده دلوقتي. تمام. فادي معلومه اوليه. تعالوا نرجع ال HTML بتاعنا عشان ما نبوظش الدنيا. طيب عظيم جدا. يبقى احنا اتفقنا ان البادي لازم ياخد 100 في اتش مينيمم هايت. تعالوا بقى نخش في اول حل من الحلول اللي عندنا، وده الحل اللي كان بيحصل زمان قبل ما يبقى عندنا حاجات يعني مودرن شويه في السي اس اس، وهو كنا خدنا كده في الكراش كورسات وفي الفيديوهات اللي شفناها قبل كده ان في حاجه اسمها بوزيشن ابسوليوت. بنعمل ايه في بوزيشن ابسوليوت دي؟ كنت هاجي اقول له ان انا خلاص انت عايز الفوتو دي تخليها تحت خالص، قشطه خلاص خليها بوزيشن ابسوليوت. هنلاقيها كاشت كده تمام. عايزين نكبرها شويه هنقول له يا اما نقول له ويدث 100% ساعتها هتكبر تاني عادي، وفي حل تاني افضل ان انت تقول له الليفت بزيرو والرايت بزيرو، ده برضه هيخليه يسترتش من ناحيتين. تمام. جوه سطرين لوحدهم. وبعدين خلاص عايز تخليها تحت خالص تقول له بوتوم بزيرو، فكده هتقوم نازله ايه تحت خالص. وطبعا ما ننساش ان احنا نيجي عند البادي نقول له بوزيشن ريلاتيف علشان ايه تكون ريلاتيف ليه. طبعا انا اوريدي كاتبها فوق، بس لو انت مش عامل الديباج لاير دي كان ممكن تبوظ منك يعني، فايه فطبعا اكتبها برضو ايه تاكيدا عشان لما نيجي نشيل الديباج لاير دي في الاخر يفضل ثابت عندنا. فاحنا كده حققنا المطلوب وخلينا ان الفوتر تفضل لازقه تحت والناف بار يبقى فوق والمين كونتنت يبقى في النص. ولكن هنا هيظهر لي مشكلتين. اول مشكله زي ما احنا شايفين كده المين كونتنت ما كملش، مش مالي الصفحه. المين كونتنت هو مازال حبه صغيرين فوق كده. فلو انا مديله خلفيه بلون معين زي هنا، لو انا مثلا مديله دارك ثيم فمخلي الخلفيه بالاسود، لو انا حاطط فيديو في الخلفيه، لو انا حاطط صوره في الخلفيه، لو انا حاطط باترن في الخلفيه، كل ده مش هيظهر معايا، هيبقى حته صغيره كده فوق واللي بعدها هيفضل ابيض ساده خالص زي ما هو. غير بقى لو انا رايح على البادي نفسه ومدي البادي مثلا لون، نقول له كده باك جراوند كولر كورال برضو، هنلاقي ان ساعتها البادي هياخد لون ويغطي هو الخلفيه اللي ورا دي. تمام. فده حل ممكن نعمله ان احنا نخلي الخلفيه دي على البادي كله مش على الكونتنت. ولكن زي ما احنا شايفين ايه بدا يظهر لنا مشاكل جانبيه وعمالين نروح نعمل زي ترقيع كده في كل حته نصلح حته صغيره كده. فتعالوا نشيل بس اللون عشان ما يعميناش. فدي اول مشكله. في مشكله رقم 2، لو جينا هنا نرجع الكونتنت الطويل اللي كان عندنا في الاول الحبه الكتار دول هنلاقي ان ظهر لي مشكله رقم 2، وهي ان طالما ده ابسوليوت فالابسوليوت ده كأنه بياخدها بره الدوم خالص، بياخدها كده في لاير لوحدها بره خالص ويخليها فوق الحاجات التانيه دي كلها. فهلاقي ان لا اي كونتنت كتير راح جاي استخبى وراها. فانا باجي ارقع الطريقه رقم 2 ان انا اجي على المين كونتنت بتاعي اقول له كده هنا مين، واقوم مديله مارجن بوتوم مثلا 40 بكسل، اقول له معلش من تحت بس ايه خد نفسك شويه. هلاقيها ما ظبطتش معايا قوي لسه، اقول له خلاص خليها 50 خليهم ايه يبقوا اكتر شويه. هلاقي ان ايه ده في ابيض ظهر لي، فاروح مخليها مثلا خلاص 45 عشان تبقى مظبوطه بالظبط. فانا عمال العب بحاجه بنسميها في الريسيسس الماجيك نمبرز. انت مش عارف 45 دي على اساس ايه، هو عشان انت هنا بس الفوتر كان ارتفاعها 45 بالصدفه. لو انت جيت للفوتر تحت هنا وقررت تزيد فيها حاجه كمان تقول له مثلا والله عندي بي في لورن برضو هو كمان، هتلاقي ان الفوتر قامت كبرت شويه كمان اهو وقامت مخبيه الحاجات اللي فوقيها. فتقوم انت رايح بدل ما انت مديها المارجن 45 تقول له والله خلاص خلوني 65 مثلا، فتفضل بقى ايه تجري وراها كده وتفضل تعمل فيه مشكله معاك. فاحنا اول ما بنلاقي ان احنا بقى عندنا مشكله الماجيك نمبرز دي بنسميها كود سميل. دي في كده كود فيه ريحه وحشه، في كده اشاره ان في غلطه عندي، فلازم نقلل الماجيك نمبرز دي على قدر الامكان. بل ان في مشكله ثالثه كمان بس مش هتظهر لنا دلوقتي، هتظهر لنا لو جينا نشيل الديباج لاير. تعالوا كده نعمل لها كومنت.
هنلاقي ان حصل حاجه اسمها مارجن كولابس. يعني ايه؟ يعني راح واخد المارجن اللي انا حاطه على المين كونتنت وحطه على البادي، فراح مخلي المارجن من تحت المين كونتنت مش من فوق المين كونتنت. دي حاجه اسمها مارجن كولابس، هنشوفها في الفيديو الجاي على طول. بس برضو قلت اقول لكم ايه، لو انت بتديباج مع نفسك برضو في الكود وخلاص هتشيب وتبعت الكود بتاعك دوت، وجيت في الاخر خلاص تشيب بقى الديباج لاير دي، تلاقي الدنيا راحت ضاربه معاك، ما تبقاش فاهم هو ايه اللي حصل، ما كانتش شغاله، طب ارجعها، طب اسيبها، ما اعرفش ايه. فدي برضو مؤشر سيء للكود اللي عندنا. تمام. فمن ناحيه احنا قدرنا نحقق المطلوب من ناحيه بصريه، ولكن زي ما قلنا في مشاكل كتير جدا ظهرت لنا. فتعالوا ننتقل للحل رقم 2 ونشوف هو ممكن يحسن لنا ايه شويه. انا رجعت زي ما كنا في الاول خالص، عندنا نفس المشكله. اتفقنا ان احنا هنخلي البادي ياخد 100 في اتش، وبعد كده هنشوف بقى ازاي نخلي الفوتر تاخد الحجم اللي تحت دوت. ففي حل ظهر بعد دوت بشويه، وهو ان احنا بنستعمل الكالكوليشن في فانكشن اسمه كالك في سي اس اس. تعالوا نشوف ممكن نستعمله ازاي. قال لك طيب مش انت دلوقتي عايز الميو كنت ده ياخد الحجم كله؟ هتقول له خلاص تمام، ادي الناف بار هايت 70 بيكسل مثلا، وبعد كده ادي الفوتر هايت 70 بيكسل هي كمان، او اي رقم يعني مش هيبقى نفس الرقم، خليها مثلا الفوتر تبقى فيها لينكات وبتاع، خليها 100 بيكسل ماشي. وبعد كده تقول له خلاص يبقى انت المين عندك بقى هياخد قد ايه، اللي هو الكونتنت في النص دوت. هتقول له يبقى دوت الهايت بتاعه، او قول له بقى مين هايت عشان ما نتعلم من غلطاتنا يعني. هيبقى عباره عن كالكوليت. كالكوليت بقى يحسب ايه بقى 100 في اتش، خليه ياخد الحجم كله، الصفحه كلها، بس اطرح منها ال 100 بيكسل بتاعت الفوتر وال 70 بيكسل بتاعت ناف بار. بس هتلاقي ان انا لسه عندي اوفر فلو كده بيحصل في الصفحه، في سكرول فوق وتحت. ما انت كنت حاطط 2 بيكسل فوق و2 بيكسل تحت، فشيل 4 بيكسل بتوع البوردر. هتلاقي ان هي راحت ظابطه معاك والاوفر فلو اتشال والدنيا شغاله معاك زي الفل. اشتغلت المين كنت تبقى واخد المساحه كلها، حتى لو هو في حاجه صغيره. بس عندنا برضو كذا مشكله كبيره جدا. اول حاجه مشكله ان انا لازم اشيل 4 بيكسل بتوع البوردر دول. لو انا جيت بعد شويه رحت شايل الديباج لاير برضو، هلاقي ان هي مزعره مني شويه، يبقى في ابيض تحت هيظهر لي. فدي المشكله الاولانيه. المشكله الثانيه موضوع الماجيك نمبرز برضو، ان انا لازم اشيل 100 بيكسل و70 بيكسل و4 بيكسل، فدي مشكله ثانيه. والمشكله الثانيه ان انا لو وقيت على الناف بار مثلا رحت مديله شويه كلام اكتر شويه، يعني مثلا 2 باراجراف في لورم 5 عشان يملاهم لي شويه، هلاقي ان هو الكلام راح خرج براه، عشان انت هنا قلت له هايت مش مينيمم هايت. طب ما ليه ما قلنالوش هنا في الناف بار وفي الفوتر مينيمم هايت مش هايت؟ لو قلت له مينيمم هايت هو هيشتغل، بس هيروح مبوظ اللي تحتيه، هيروح عامل لي اوفر فلو حتى لو انا عندي كونتنت قليل. فبنلاقي ان احنا دخلنا برده في مشاكل جانبيه كتير جدا عمالين نحاول نحل فيها. هو الناف بار هيبقى هايت ولا مينيمم هايت؟ طب لو زودنا الكونتنت فلازم اروح مغير الهايت، بدل ما هو 70 عشان ياخد الكلام ده كله جواه، اقول له خلاص خليك 100 عشان تاخد الكلام ده جواك، بس هيروح مبوظ التاني. فاروح داخل هنا اقول له اطرح منك 100 مش 70، فلاقي ان هو راح ظبط مني. هفضل بقى اجري وراه، انا عمال اجري ورا السي اس اس عشان اصلحها. فدي برضو كود سميل تانية ان هي فيها مشكله. تمام. خلونا نمسحها وننتقل للحل الثالث نشوف هو ممكن يحل لنا ايه في المشاكل اللي عندنا. الحل الثالث هو حل بقى حديث شويه، هو هنستعمل الفليكس. المفترض ان احنا عارفين هو ايه الفليكس دوت، احنا هنا هنطبق بس على طول. فتعالوا نشوف هنطبق ازاي. فاول حاجه هنخلي البادي دوت ديسبلاي فليكس، لان هو راح مبوظ لي الدنيا خالص، خدهم كلهم جنب بعض عشان ده الديفولت بيهيفير في فليكس ان هو بيخليهم جنب بعض مش تحت بعض. فاقول له طب هلحقه كده بسرعه، اقول له خلاص خليك فليكس دايركشن بكولوم، خليهم بس عواميد تحت بعض، خليهم قصدي صفوف تحت بعض يعني مش جنب بعض كده. فراح رجع لي زي ما كان بالظبط. بس انا هنا اقدر العب بقى بحاجتين صغيرين. اقدر ارجع عند الفوتر واقوم قايل لها مارجن توب اوتو، ده يروح لازقها تحت خالص. ايه اللي حصل هنا في الخطوه الصغيره دي؟ زي كده لما عايزين نسنتر حاجه في النص كنا بنقول لها مارجن زيرو اوتو، يعني من فوق تحت صفر، من على اليمين والشمال اوتو. فهو اوتو دوت بيشوف المساحه اللي فاضله ايه ويروح موزعها على كميه الاوتوات اللي عنده. فلما بيجي نسنتر حاجه في النص هو لقى ان فاضيه على اليمين مثلا، لو انت مديلها مثلا ويدث 50%، فاضل لك 50% تانيين من الصفحه. فلما انت تقول له اوتو بيشوف ان انا عندي اوتو على اليمين واوتو على الشمال، فخلاص انت خدي 25% وانت خدي 25%، بيوزعها عليهم. هنا لقى ان المساحه اللي فاضله عنده كلها مفيش غير اوتو واحده، فراح مديها للفوتر من فوق، فراح حط المساحه الفاضله دي كلها فوق الفوتر، فراح زقها تحت خالص. فدي حلت لي اول مشكله ان احنا خليناها لازقه تحت. في نفس الوقت لو عندي كونتنت في النص مش هيستخبى تحتها. تمام. لو كده هنا كبرنا المين كونتنت، ادينا له برده 10 باراجراف في لورم، هنلاقي ان هو هيكبر جدا ونقدر نسكرول براحتنا، وفي الاخر خالص مش هيستخبى، هو واخد مساحته. ودي بتيجي بعديها على طول لان احنا ما خرجناش بره الفلو بتاع الصفحه، ما عملناش ابسولوت، ما عملناش اي حاجه خالص. تمام. فدي حلت لي اول جزئيه. عندنا حته ثانيه صغيره فضلا، لو كونتنت كان صغير زي ما هو في الاول، هو مش بيستريتش، مش بيكمل اللي بعدها ده، فممكن بسهوله جدا نقوم جايين هنا كده نقول له خلاص المين برده لو سمحت قول له فليكس بواحد، ممكن كده، او نكتب فليكس جرو عشان نبقى فاهمين بس احنا بنكتب ايه يعني. فنقول له فليكس جرو بواحد. فكده معناها ان انت لو لقيت جوه الفليكس عندك مساحه فاضيه بيضه كده محدش واخدها، روح انت املى نفسك فيها. تمام. فده حل
ملهوش مشاكل جانبيه، مهما عملت حاجه مفيش حاجه تستخبى، مفيش رقم انت عمال تجري وراه اللي هو كان 50 ولا 70 ولا 100. فده حل كويس جدا. ولكن الحل الرابع افضل منه في حته صغيره. احنا هنا عشان نعملها احتاجنا 4 سطور، احتاجنا ده واحتاجنا ده واحتاجنا فليكس جرو على المين ومارجن توب اوتو على الفوتر. الحل الجاي هيبقى بسطرين 2 بس، تعالوا نخش عليه على طول. زي ما اتفقنا انا مسحت كل حاجه ورجعنا للبدايه خالص. عندي الناف بار والمين والفوتر، وعندي البادي واخد مينيمم هايت 100 في اتش. تعالوا نشوف بقى ممكن نحل المشكله ازاي دي بالحل رقم 4. الحل رقم 4 هو ان انا هاجي عند البادي اروح اقول له ديسبلاي جريد، الاقي ان هو اوتوماتيك اكنه عمل ايه، اكنه راح خد كل الحاجات اللي عنده، شاف هو عنده كام كولوم وراح موزعه عليهم. لا انا عنده كولوم واحد بس، ما عندوش غير عمود واحد بس كلهم تحت بعض فيه، فتمام. شاف عنده كام رو، لا عنده 3 حاجات تحت بعضها، راح موزعها عليهم كلهم اكنه جريد اوتو اوتو اوتو، اللي هي جريد تمبلت روز، اكنه عملها اوتو اوتو اوتو. لما نكتبها كده مش ملهاش اي تاثير لان هو ده الديفولت بتاعها، هو اكنه عمل كده بالظبط. طب لو رجعنا خطوتين بس في الزمن لورا كده هنفتكر ان احنا خدنا في الجريد بالذات في حاجه اسمها 1 اف ار. لو انا عايزه ينتهي يبقى بنفس الحجم هقول له 1 اف ار 1 اف ار 1 اف ار، هلاقي ان هي برده ما غيرتليش اي حاجه. طيب هو ايه الفرق بقى بالظبط ما بين 1 اف ار وما بين اوتو في الجريد؟ 1 اف ار دي معناها ان انا عايز الثلاثه يكونوا نفس الحجم مهما كان الفرق في الكونتنت ما بينهم. يعني ايه؟ يعني خلي المين كونتنت دوت لو مليناه بحبه حلوين، قول له كده عندك 10 باراجراف في لورم 20. بص المين كونتنت كبر جدا ازاي، خلاص شوف هو بعد ايه، وخلي التانيين كلهم قده بالظبط. فخلي الناف بار يتملي قد الكونتنت ودوت، والفوتر كمان تملي قد الكونتنت. انا بقول له مش فارق معايا الواحد فيهم قد ايه، المهم يكونوا الثلاثه كلهم قد بعض. فده 1 اف ار كلهم يكونوا قد بعض بالظبط. طيب الاوتو بتختلف عنه في ايه؟ تعالوا نمسح الكونتنت اللي عندنا في المين دوت ونجرب نعملها اوتو اوتو اوتو. فنقول له هنا اوتو اوتو اوتو، هنلاقي زي ما اتفقنا ان هو نفس المحتوى بالظبط، مفيش اي حاجه اتغيرت. بس هو هنا عمل ايه؟ هنا راح مدي كل واحد الحجم اللي هو محتاجه، اللي هم كانوا كلهم صغيرين كده فوق بعض. وبعدين لقى مساحه عنده واسعه كبيره جدا تحت، فقال لك خلاص انت عندك كام اوتو؟ عندك 3، قسم المساحه اللي عندك دي على 3 وادي كل واحد فيهم الحبه اللي هو عايزه، او اديله جزئيه مساويه للتاني. فهو رقم 1 بيوزع لكل واحد اللي هو محتاجه الكونتنت بتاعه المينيمم هايت بتاعه، وبعد كده المساحه الفاضله يوزعها عليهم كلهم. ففي الحاله دي كلهم خدوا نفس الحاجه. لكن لو انا جيت عند المين كونتنت دوت وقلت له عندك باراجراف واحد بس فيه شويه كلام، هنلاقي ان هو راح واخد مساحه اكبر منهم شويه. ليه؟ لان هو المين كونتنت دوت راح واخد 3 سطور، حلو، وبعد كده الناف بار خد سطر، وبعد كده الفوتر خد سطر، فالمساحه اللي اتبقت المره دي اقل شويه. فلو جينا نقيسها كده هنلاقي ان المساحه اللي تحت المين كونتنت الفاضله الصغيره دي هي المساحه اللي فاضله في الناف بار، هي المساحه اللي فاضله في الفوتر. فهو هنا خد المساحه اللي فاضله ووزع مساحه فاضيه مساويه عليهم كلهم، ووزع المساحه الزياده عليهم كلهم. لكن في 1 اف ار كان بيوزع المساحه بشكل عام عليهم كلهم، مش مساحه فاضيه بس. واخدين بالنا؟ نبص عليها اكتر برضو. لو جينا هنا قلنا له بدل ما انت عندك باراجراف واحد عندك 10 باراجراف في لورن، اهو راح واخد الكلام ده وراح حاطه في المين كونتنت، اشتغل عادي خالص. وبعدين لقى عنده شويه حاجات فاضيه صغيره، راح واخد شريطين كده صغيرين حطهم في المين كونتنت، وشريطين زيهم في الناف بار، وشريطين زيهم في الفوتر. تمام. فدي فكره الاوتو، ان هو بيدي كل واحد اللي هو محتاجه، ولو اتبقى عنده اي حاجه زياده بيروح يفضيها. حلو جدا كده، فهمنا الفرق بين الاوتو وال1 اف ار. تعالوا نشيل المحتوى ده، رجعنا للاساس. طيب ايه بقى اللي هيحصل لو جينا ندخلهم الاثنين مع بعض؟ لو جينا ندخل الاوتو مع ال1 اف ار، تعالوا كده نجرب. احنا نخلي اللي في النص ده 1 اف ار، هنلاقي سبحان الله بقدره قادر اللي احنا عايزينه في دماغنا اشتغل. طيب ايه اللي حصل هنا بقى؟ ال1 اف ار لما بتيجي جنب الاوتو، او الاوتو لما بتيجي جنب ال1 اف ار، ال1 اف ار كانها ايه؟ بتسيطر عليها. ال1 اف ار دي طماعه، اللي هي اسمها فراكشن يونت، يعني دي طماعه، والاوتو دي خجوله. فلما بيجوا جنب بعض بيوزع على كل واحد اللي هو محتاجه، بيوزع على النافبر اللي هي محتاجها، وبيوزع على الفوتر اللي هي محتاجاه. وبعدين يجي على مين كونتنت، ايه ده انت 1 اف ار، خلاص اي مساحه فاضله انا هديها لك انت. فانا هنا بقول له خلي النافبر تاخد اللي هي عايزاه، وخلي الفوتر تاخد اللي هي عايزاه، وخلي المين كونتنت ياخد كل المتبقي لوحده. فلو كان متبقي لك كميه كبيره جدا زي اللي احنا فيها دي هياخدها كلها. لو كان متبقي حاجه صغيره نتيجه ان الفوتر فيها باراجرافين مثلا فيهم شويه كلام، والناف بار فيها باراجراف واحد فيه شويه كلام برضو، خلاص هيدي كل واحد فيهم اللي هو محتاجه. وبعدين يجي على الحبه اللي فاضلين كلهم يديهم للمين كونتنت فقط، مش هيدي اي واحد اكتر من اللي هو محتاجه ما عدا المين كونتنت عشان هو اللي واخد 1 اف ار. فده الحل الامثل، لان احنا كل اللي عملناه على البيرنت، عملناه على البادي. فلو انت في اول المشروع بتاعك خالص تروح جاي كده ببساطه على البادي، تقوم مديله سطرين دول ديسبلاي جريد وجريد تمبلت روز اوتو 1 اف ار واوتو، وتيجي على ال HTML بسرعه تحط الناف بار وتحط الفوتر بتوعك،
وتقعد بقى انت تتشقلب جوه المين كونتنت دوت، تعمل كل اللي انت عايزه جوه المين تاج اللي احنا حاطينه عندنا ده، اللي هو ده المين ده، حط جواه كل اللي انت عايزه. تمام. فانا من وجهه نظري الحل رقم 4 ده هو الحل الامثل. كتبنا كود اقل، ما جيناش نعمل اي مشكله في التشيلدرن، ما جيناش قلنا له انت خليك فليكس جرو، فممكن نيجي قدام شويه لما نحط له حاجه جواه نلاقي ان هو راح ملخبط فيها، ما خليناش الفوتر تخرج بره الفلو بتاع الصفحه، فكده حاجه استخبت وراها، ما عندناش اي ماجيك نمبرز، ما عندناش اي حاجه خالص. تمام. فاحنا كده شفنا الاربع حلول اللي عندنا النهارده. اول واحد خالص كان الحل بتاع الابسوليوت، وده ما كان حل سيء عشان في حاجات بتستخبى وراه، وعندنا موضوع المارجن دوت. الحل رقم 2 بتاع الكالك، لما كنا بنكالكوليت ال 100 في اتش نطرح منها بقى الناف بار والفوتر والبوردرز واي حاجه عندنا زياده. الحل رقم 3 كان بالفليكس وهو شغال ما فيهوش اي مشكله، كل اللي هو فيه بس شويه سطور زياده في الكود. والحل رقم 4 بتاع الجريد اللي احنا شايفينه قدامنا دوت، من وجهه نظري هو افضل حل فيهم، لانه اقلهم سطورا وبيحقق المطلوب صراحه من غير اي اثار جانبيه خالص. طبعا مش محتاجين نوضح ان احنا لو جينا عند المين كونتنت، تعالوا بس نشيل الناف بار والفوتر دول، لو جينا هنا زودنا 20 باراجراف فيهم شويه كلام كتير، هياخدوا مساحتهم عادي خالص ويزقوا الفوتر لغايه تحت خالص، وكل حاجه هتبقى ماشيه شغاله عادي جدا، لا احتاجنا بقى مارجن، لا احتاجنا بادنج، لا احتاجنا اي حاجه خالص، كل حاجه شغاله عندي زي الفل. تمام. احنا كده خلصنا الفيديو بتاع النهارده، اتمنى تكونوا استفدتوا، شكرا جزيلا واشوفكم في الفيديو الجاي. السلام عليكم.